حبايب قلب ام ادم، السلام عليكم يا حبايب قلب ام ادم. بحبكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بص هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسخن العشاء بتاعنا طبعا اللي عندنا محشي اهو. بسخن المحشي كده وهغطيه ومولع النار عليها. وهنا عندي بطاطس مولع عليها النار، وهنا عندي شوية رز. وانتوا شايفين الناحية التانية طبعا في فراخ، عندنا فرختين كده بلد هم كانوا في التلاجة وحابين ان احنا نطلع ونسخن، عشان ما ينفعش كل دوه يقعد في التلاجة ونعمل حاجة جديدة. لا طبعا، ام ادم ما عندهاش كده. ام ادم تخلص اللي عندها وبعد كده تعمل اكل جديد. محيط عندي اكتفي باللي عندي، نعمة وفضل من عندك يا رب. الحمد لله، ما اقدرش ان انا ارميها ولا اعمل فيها اي حاجة. لا طبعا، عندي اكل الحمد لله. هنتعشى الاكل البايت عندنا طبعا، ونحمد ربنا ونشكره على كل حال. ولو كنت زعلت حد منكم يا حبايب قلبي، حقكم على راسي. بس انا بحب اعمل الخير دايما. يمكن انا مفرحني عشان افرح حد ولا اسعد حد يا حبايب قلبي. انا حبيت افرح شخص فرحني، مش اكتر ولا اقل. ما عملتش حاجه عشان انتوا تتضايقوا مثلا. ولو كان كده حقكم عليا يا حبايب قلبي، وتسلمولي تسلمولي تسلمولي على كومنتاتكم الحلوه دي. وانا عارفه ان انتوا خايفين عليا. الصاحب له حدود يا حبايب قلبي، وانا عندي حدود على فكره. يعني مش بتخطى حدودي، مش بتخطى حدودي. كل حاجه ولها حدود. انتوا عارفين ام ادم قلبها طيب وكل حاجه، بس تفكر بعقل. مفكرش الا بعقل، فاهمه كل حاجه وما كنتش دارسه كل حاجه. مش هتخطى اللي انا مثلا اللي يعني مثلا اللي انا بداته في حياتي مثلا. رغم كل الظروف وكل اي حاجه في حياتي، انا عملت قناه، عملت صفحه على مثلا على التيك توك. يعني ربنا واقف معايا، وانا الحمد لله بقول يا رب دايما، عشان ربنا يوقف معايا دايما. وبحمد ربنا على القليل قبل الكثير، وبقول الحمد لله. انا حبيت افرحها مثلا، حبيت افرح شخص يعني. بس ما غلطتش مثلا، ما غلطتش. وانتوا نصايحكم في الكومنتات انا بحبها مثلا. انا بحب نصايحكم لام ادم، وقريت كل كومنتاتكم، وكومنتاتكم فرحتني ان انتوا خايفين عليا وعاملين عليا. بس الناس كلها مش زي بعضيها يا حبايبي. احنا عارفين اللي بيحصل على السوشيال ميديا هو اللي مخليكم انتوا تتكلموا كده، وبيحصل حاجات وحشه كتير على السوشيال ميديا. وانا عارفه انا ليه مبعده وبعيده عن الناس كلها على اللي بيحصل على السوشيال ميديا. بس الواحد بيبقى نظرات. وانا مش على طول مع بعض، يعني مش على طول بنصور. هي مره استقبلتني ببيتها، انا حبيت افرحها ببيتي زي ما هي فرحتني ببيتها، بس مش اكتر ولا اقل. حبيت اطلع اوضح لكم الصوره ان ام ادم ما بتختلطش بحد كتير. انا ما بختلطش بحد كتير، يعني ما بحبش الاختلاط. ام ادم عايشه مع نفسها على طول. وانا بحبكم يا حبايب قلبي. اللايك والاشتراك وكومنت حلو لام ادم، عشان ام ادم بتحبكم، وتفعيل الجرس على الكل. وتسلموا لي يا حبايب قلبي، وبحبكم واستنونا هنعمل مع بعض العشاء الظريف الجميل. وهناكل في نفس الفيديو برضك، يعني مش هعمل فيديوهات، هناكل في نفس الفيديو باذن الله. لكاكه، انا عارفه ان انا لكاكه. بص كده يا حبايب قلبي، حطيت المقلايه عشان احمر الفرختين بتوعتنا اللي احنا هنتعشى بيهم. ادي اول فرخه، وادي تاني فرخه، وهسيبهم كده يتحمروا. ومعايا المحشي حطاه على النار زي ما انا قلت لكم اهو. بصوا بيسخن، ومعايا البطاطس سخنت، ناقص شويه الرز دول اسخنهم، ونرجع تاني مع بعضينا حالا لما نخلص الاكل كله دوه. بص كده يا حبايب قلبي، بقلب الرزيات دول اللي عندنا. باقيين شويه رز صغيرين هما، وفيهم حته لحمه كده، قلت خساره اي عيل ياكلها، اسخنها في قلب الرز. وبحمر الفراخ الناحيه التانيه، عشان الفراخ مسقعه طبعا، مطلعاها من التلاجة. لازم سوا سايباهم في السمن لما يتفحموا. وعندي المحشي هنا سخن، الفلفل والباذنجان والكوسه سخنوا وهما. مفضليش الا الرزيات بس. عندي البطاطس بردك سخنت اهي، وححه سخن مولع. وشويه الرز دول هفضل اقلب فيهم عشان ما يلزقوش في قعر الحله. لو لزقوا مش هينفع ناكلهم. حبايبي الدنيا هتضرب، الفراخ قاعده تضرب يا حبايب قلبي. وام ادم
تعبت من الحر. الفيديو هينزل ليه وخري عشان ام ادم مصوره وخري. هنعمل ايه؟ وقاعده اعمل في الحاجه كده لحد ما نطلع ناكل مع بعضينا ان شاء الله. جهزت الاطباق اللي هغرف فيها هيا وهنطلع مع بعضينا برضه. تعال نغرف بقى مع بعضينا يا حبايب قلبي. هنغرف البطاطس. بصوا البطاطس دي دايبه دوب كده وعسل. بصوا شايفين البطاطس؟ بصوا الصلصه بتاعتها محمره ازاي. هنغرف شويه رز كده حلوين. شويه رز كده حلوين. بصوا شويه الرز الحلوين دول. يا عمري اديني بسخن لك يا قلبي. بسخن لكم يوم عشان تاكلوا يا روحي. يلا بصوا شويه الرز الحلوين دول بتاعت ام ادم. وعندنا بقى دي بتاعت دي ودي بتاعت دي. وانا سايبه الفراخ تدعك عشان الفراخ مسقعه مطلعاها من الثلاجه. ما ينفعش ان انا اقلبها قلبتين كده واطلعها. الفريق من جوه هيبقى ساقع. لازم نقلب يمين وشمال عشان تطير. وعندنا هنا حله المحشي بتاعتنا. بص المحشي بتاع ام ادم. شايفين الكوسه؟ شايفين البتنجان؟ عايزه مكرونه؟ مفيش مكرونه هنا. في رز، في بطاطس يا جنه، في محشي. ايوه عايزه بطاطس. بصوا يا حبايبي، بصوا طبق المحشي ده من عند ام ادم. الله الله الله. وبعدين هنطلع الفراخ عشان نطلع ناكل بره. بصوا يا حبايبي بقى، بصوا الفراخ اتحمرت بزياده وقرمشت بزياده وسخنت كمان. وهنا الفرخه الثانيه بتاعتنا اهو. بص الحلاوه، بص الحلاوه كده. دي الفراخ استوت معانا الثانيه. حبايب قلبي كده رجعنا اهو بعد ما خلصت وغرفت كده الاكل. عاملين ايه؟ يلا يا جنة، يلا عشان يبقى قدامك الاكل بدل ما وانا عايز رز كتير. يلا في تاني في الحله. طب التاني. يلا كده. التاني عايزين بطاطس؟ هاتي ام لحمه. حاضر يا عمري حاضر. اللي انت عايزه اللي انت عايزه ادينا هحطهولك. هات رز. هاتي يلا اهو. عايز بطاطس؟ ليه؟ عايز طب محشي؟ محشي؟ لا عايز الميه بتاعت دي. مفيش يلا اهو. دمعة؟ اوعى تحط لي دمعة. بس ما تحطيش كتير عشان ما يبقاش تقيل. طب دمعة. ماشي خدي بس ما يبقاش كتير عشان الرز عشان ما يتخلطوش كده مع بعض. عايزين عيش ولا حاجة اهو. ما هو دمعة اهو عشان ما يبقاش خلطة كده. لازم يبقى الدمعة اقل من الرز يا دوما. صح ولا لا؟ صح. الأكل جميلة. هاتي السكينة. يا عمري. بس من كل واحد ولا مش حاجة؟ لا أنا من دي. حاضر يا عمري. أقسم وأفرقكم. هديك عيالي. بصوا كده أقسم الفرخة الأول وبعدين أفرقكم. شايفين؟ أبويا. يلا يا بس عايزاك تخلصها كلها. ايوه انت حتتك اهي يا حبيبه. انا كبيرة أبويا. انت اكبر حته عمري. كبيرة. يا ابوي. دي ولا دي؟ دي. لا انا عشان بديكم ليه كده عشان ما يزيدش منكم ويتلجح. خليه في الصينيه بدل ما يتفتفت منكم وترموه خساره. اقول لك اسمه. يا عم عايز ميه؟ حاضر. وانا ما خدتش انا الميه. انا. لا اللي قال الاول هو اللي ياخد. وتاني واحد اللي هو جاي. انا. يلا. وانا. وانتوا كلكم هتشربوا. حاضر. انا وانا. عيال اهم حاجه الميه على الاكل. ما عرفش اشرب الا يعني اما اكل شويه. ماشي ليه؟ بص الفراخ عاملاها دايبه دوب كده. دايبه دوب. انا من اللي قال الاول. يلا بقى اهو. هذا ما قدامها. يلا هاكله. انا مش بياكل.
لا ياكل ده لا، عندهم بياكل شاطر. حط ونبدأ. الكوباية هنا عشان يعرف ياكل. ايه رأيكم في لمتنا يا حبايب قلبي؟ مفيش أحلى من اللمة دي. أكيد طبعا. أحلى من اللمة دي. لولو اقعد كل دول. لولو يلا كل أنا مش عايزاكي تتكلم، عايزاكي تاكلوا كل الأكل اللي ده. أيوة. عارفة لون اللي جنب. جدتنا كانت لبة حلوة احنا كده يلا طب وعيالها أيوة. كل الرز يلا ده. ليه؟ انت عايزاه ده عايز فريق؟ اها في الصينية تنور بالمعلقة اهو. تنور كده بالمعلقة وكل. عايزة فريق؟ تعالي كده تجي عشان تباني. مين عايز فريق؟ أنا عاوزة خدها. عايزة فريق؟ يا عايزة جنة؟ اها تنور بالمعلقة بتاعتك اهو في الصينية. امسك المعلقة. معايا طب يلا خد. اها معلقتك اها. الفراخ طعمها تحفة. عسل طعمها والله. عسل الفراخ. يلا سلام يا حبايب قلبي. اشوفكم بخير وسعادة ان شاء الله في الفيديو التاني. بتمنى لكم الخير والسعادة والهنا. اللايك والاشتراك وكومنت حلو لأم آدم وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد يوصل لكم من عند أم آدم. يلا باي. باي. احنا هنكمل بقى أكل. يلا سلام.